سنه مش 14 سنه اكون فرد في الدوله خلاص. يعني انا بقى معترف بيا ان انا بقى هيبقى معايا بطاقه. يعني 15 سنه انا بقيت 15 سنه. هلو، النهارده هتقضوا معايا يوم عيد ميلادي كله بس مش بطريقه عاديه، بطريقه متخلفه شويه. هنقضي يوم عيد ميلادي كله باللون الازرق. الازرق جبناكم في اوضه زرقاء، هنعمل ميك اب ازرق، جبنا زينه زرقاء هوريها لكم دلوقتي. لبسنا ازرق شويه يعني، بس انا مش بس لسه الازرق بقى، يعني اللبس الازرق بتاع عيد ميلاد ده بس على ما نحط ميك اب ونعمل شعرنا وكل الحاجات دي. نحط تاتش ازرق في الميك اب. اول حاجه عايزه اوريكم الزينه، ان انا الهير ستايلست والميك اب ارتست والديزاين بتاع الفستان لا ديزاين مش انا اللي عملت الفستان، يعني انا اللي اخترت لها الفستان ده. جبت الستاره دي الستاره الزرقاء اللي انا هحطها ورايا عشان اتصور بقى صور كده. دي هننفخ بيها البلالين، بتيجي مع البلالين كده. وجبت بلالين عاديه، والبتاع دول هما بيعملوا الشمع اللي هو بيعمل شراره ده عشان انا بحبه قوي وكان نفسي يكون موجود في عيد ميلادي. جبت البلالين دي ايه اللي جابتهم بصراحه. بصوا ده شكلهم عجبني، فيهم المفروض حاجات كده عامله زي الجليتر ولا انا مش عارفه ده ايه. الله، تعالي شوف مين هينفخ الاول. 3 2 1. خلصت. اوكي، ايه اصلا جايه عشان تنفخ دي هتحتاج هوا كتير جدا. ايه ده طلعت نجمه. انا بحب النجوم اصلا اكتر من النجوم. حراميه اسمين عليها ألف وطلعت نجمه. ستار، بحب الستار اكتر على فكره عشان انا ستار. ف نروح نعلق الزينه وبعد كده هنعمل ميك اب وشعر كده، والزينه ان شاء الله تشوفوها في اخر الفيديو. دلوقتي بقى هعمل شعري انا برضو على فكره عشان عايزه اديكم نصيحه. بصوا في عيد ميلادي وبديكم نصايح. انا برضو عملت طاقيه بس ما سبتش الطاقيه كتير زي ما احنا متفقين. لو حابين تعملوا شعركم اي نوع من انواع الحراره لازم تلفوا الطاقيه قبلها، ده بيقلل الكسر فبيخليكم بدل ما تدوسوا مثلا 3 مرات ورا بعض لا مرتين مثلا، فده بيخلي حراره الشعر اقل شويه. ايوه الحراره على الشعر تكون اقل. كمان بنستخدم السيرم ده، هو فيه حمايه من الحراره علشان شعرنا ما يتضررش بالحراره. بس اول حاجه هحط على حته عشان اتاكد ان هو دخل الشعر كله. عايزه اقول لكم وانتوا بتعملوا حراره ما ينفعش شعرك يكون عليه ولا زيت ولا بديل زيت ولا اي نقطه اي حاجه حرفيا. حتى وانتوا بتغسلوا البلسم من على شعركم تتاكدوا ان هو اتغسل كويس قوي عشان ما يحرقش الشعر. هو المنظر ده مش منظر خالص. الطريقه دي احسن بكتير قوي في السيرم. بدل ما تحطوا على الشعر كله قبل ما تعملوا حطوا على حته احسن وكميات بسيطه ما تكتروش. يعني بدل ما انتوا تحطوا مثلا 5 بتاعات خليهم نقطه على كل شعرايه مثلا، كل خصله مثلا كل شعرايه نقطه على كل شعرايه. 60 ازازه سيرم. وداني في ايدك. ودانك ايه؟ انت واخد كلها. الضحكه دي يا ناس يا خلاص. كوتي جود كام ان شاء الله. ايه برضو يعني ولا المصففين يعملوها برضو. دلوقتي ايه راحت تعمل شعرها قاعده هناك. هي قولي هاي. هاي. اوكي، وانا خلصت شعري خلاص اهوت. عجبني قوي هو ستريت بصراحه. كنت ناويه اعمله ويفي بس بعد كده حسيت الستريت كده شكله احلى. جمعت كل الحاجات اللي انا هشتغل بيها هنا في الاوضه الزرقاء عشان الاجواء. طبعا اهم من الميك اب ظبط الميك اب، فاحنا لازم نعمل الاول السكين كير روتين بتاعنا. انا هعمل الاول السكين كير روتين بتاعي بعد ما انا غاسله بشرتي كويس قوي 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 عشان وشي يبقى شكله حلو مع الميك اب.
سيرم شويه بشرتي تشربه وهسرح وقت. طبعا بستخدم صابونه الجليسرين. واول حاجه هبتدي فيها الاي شادو كله واخلصه، بس الماسكارا في الاخر. طبعا انتوا تلاقوني مش مستعجله، يعني انا دايما بجد بحب ان انا اخلص الميك اب والحاجات دي ما اخدش فيها وقت طويل، لان ما بحبش الحاجه تاخد اكتر من حقها، لاني عايزه احط ميك اب بسيط قوي يعني، فمش عايزه ياخد وقت. دلوقتي بقى احط المرطب بتاعي علشان السيرم، حاسه انه خلاص يعني. طبعا لو ملاحظين ان انا لميت شعري عشان جو حر قوي، هحط لون فاتح كده فوق العين بس كتمهيد يعني اللي هيتحط، عشان ما نحسش ان احنا يعني لون عينينا كده ابيض، وهدمجه كده واطلعه على بره شويه. وباللون بقى بني بس فاتح، يعني هشوف كده لون فاتح. اخترت حاجه فاتحه وهحطها هنا كده، وبرده بسحبها على بره. شايفين فرق ما بين العين دي والعين دي؟ كأننا بنعمل كونتور لعينينا، بنحدد شكل العين. اختار بقى لون، اللون ده اخدته، ده اصلا هيكون لون الاي شادو وهطلع بيه على بره. ببرش تانية اخدت لون ابيض وهحطه في النص واوزعه من نفس اللون الابيض. بقى هاخد بيه خط كده هنا، بتنضف بقى شكل الاي شادو، خليه متحدد. هاخد شمر، يعني افتح حاجه خالص الابيض ده كويس، شمر مش جليتر، وده الفرق ما بينهم. بصوا الشمر بيكون فيه لمعه بس مش جليتر كده زي ده، فاهمين الفرق ما بينهم؟ واحطه هنا. اوكي دلوقتي هاخد بقى لون ابيض بس مش شمر، يعني بصوا ابيض ساده خالص عشان احطه هنا، بس المفروض ما اخدوش بايدي، المفروض اخده بالبرش. هيدي لون حلو، افكت حلو. هو اللون الابيض يعني مش لون، قصدي على الافكت اللي هو يدي. قررت ان انا احط اللي هو اللي في مجمع العين ده في الاخر، علشان لسه احط كونسيلر وكده، فعشان الدنيا ما تتبهدلش. قطنه فيها اي ميك اب ريموفر او حتى ميه ورد، وابتدوا ان انتوا تمسحوا ونضفوا الاي شادو بتاعكم. مهما كان الاي شادو حلو اكيد هتلاقوا حاجه بتطلع، ودي ممكن تاثر على لون الكونسيلر اللي احنا هنحطه. وبعد كده بقى هنحط الكونسيلر. بحط هنا وهنا كده عشان برضو انضف الاي شادو. وعلى اي حبايه، دي حبايه المناسبات معروفه يعني، عرفت ان عيد ميلادي النهارده. وعلى اي بقى ايه، اي عيوب في بشرتنا عامه. وعشان الكونسيلر يبقى يعني لونه يكون اوضح، يبقى بيجمنتد قوي، لازم نسيبه شويه ينشف تحت العين. اما لو الكونسيلر بتاعكم لازم تحطوه تدمجوه على طول، مثلا بينشف بسرعه فخلاص ادمجوا على طول، بس ده بحب ان انا اسيبه شويه، بيبقى لونه احلى وبيعمل تغطيه اعلى بكتير. على ما الكونسيلر محطوط هنقعد كده، هنقعد كده يعني، هو احنا لازم يعني كل شويه نعمل حاجه؟ بهزر معاكم. هرطب شفايفي بفازلين، وعلى فكره انا اكتشفت ان الفازلين هي احسن حاجه فعلا بترطب الشفايف، ومش شرط اوريجينال فازلين، ممكن بيور فازلين وايه فازلين والحاجات دي، علشان سعرها هيكون احلى ونفس الحاجه يعني، فاهمين؟ وطبعا هندمج بالفرشه عشان ما بتسحبش المنتج، اي منتج في المطلق. هستناه ينشف تاني وادمج ببيوتي بلندر. ولو انتوا حاسين الدرجه اغمق سنه، انا بفضل ان انا استخدم الكونسيلر درجته اغمق بدل ما يكون درجته افتح، عشان الافتح بيبين قوي العيوب، اما الاغمق بيداريها شويه. قولي هاي يا ايه.
البيوتي بلندر برضو بيدمجوا حلو قوي يعني، بس انا بس بتكلم ان اول طلعه كده بلاش بالبيوتي بلندر عشان هتشرب المنتج يعني، تحسها بتبقى عطشانه، فاهمين؟ سيب بقى الكونسيلر ينشف رابع مره دي تقريبا، بس عشان لما احط اي باودر الكونسيلر ما تحسوش بكلاكيع كده، فاهمين؟ اخر ابديت عملت شعري، بس ما عملتوش قوي الصراحه، اللي هو كان حلو دوست عليه. والله شكلها حلو. باخد بقى كونتور، مش عليه نستخسر وهنزودها حاجة كان هيقع. هحط بقى الكريمي بلاشر بتاع ماي سينما. بجد 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 شايفين؟ انا هسكت بجد. هو ايه اللي وقع ده؟ ايه الحاجات اللي عماله تقع دي؟ شايفين هنا في مسافه ما بين البلاشر والاي شادو، هنا اللي هو كله مع بعضه. دلوقتي بقى هثبت بباودر. عارفه ان البيكنج ما بقاش ترندي دلوقتي، بس انا بجد ما بعرفش اعمل ميك اب غير لما بعمل الحركه دي. بحسها بتفرق كتير قوي في الميك اب. هي ان انا بجيب بيبي باودر عادي وببتدي ان انا اعملها كده واسيبها بقى لحد ما اخلص باقي الميك اب. دلوقتي بقى هاخد اللون اللي انا كنت بقولكوا عليه اللي هو ده كده. لا 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 سهر الليالي يا واحط هنا يا حلوة على بالي غني 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 على التراب. اوكي هنفض بقى المنظر ده كده لانه مش نافع اكمل الفيديو كده اكيد يعني. بس بصوا بجد ازاي بتحدد الميك اب. قررت بعد كده ان انا احط ازرق تحت عيني بس، فربنا يستر ربنا يستر عشان انا خلصت الميك اب ومقتنعه بيه. هحط الاول لون بس كده ايه يعني على اورنج شويه عشان اعمل تحديد كده للحته دي الاول، وبعد كده ابقى احط بقى الازرق ونشوف هنعمل ايه. هاخد ازرق من ده سيبه على الطرف بس عشان مش عايزه ادخله جوه، شويه لمعه عشان لونه عاجبني. اوه ماي جاد، واو واو واو. او دلوقتي هسحب شويه اللون على فوق عشان نرسم ايلاينر ازرق. كحل لونه ازرق غامق. في بقى كحل لونه ازرق فاقع قوي، كان عندي من زمان امشي عليه بس على خط الايلاينر الخفيف ده بس بمنتهى الهدوء. اصلا مفيش حاجه، او في حاجه اصلا، في حاجه قلبي بس وجعني شويه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، والله حاسه الايلاينر وهو طويل شكله احلى من وهو قصير، وده بيوحيلي ان انا اعمل حاجه ان انا بقى اطوله في العين دي، فاهمين؟ اللي هو اطوله هنا وهنضفه برضو بنفس الطريقه. يا جماعه بجد طوله مستفز صح؟ نقصر شويه، شكله حلو مع شعري والفستان هيكون لذيذ. الرموش والماسكارا، لما تيجوا تحطوا اي ماسكارا في الحياه شايفين فرق ما بين العين دي والعين دي، فازاي نوصل للنتيجه دي؟ اول حاجه بنعمل كده، بناخد الماسكارا نفسها ونحطها على رموشنا تمام، وبعد كده بنعمل كده ونعمل الماسكارا كده يعني مش على فوق بس كده، بنحدد العيون وبتبقى تحفه. انا عمري في حياتي ما طلعت الماسكارا بره، الحمد لله انقذنا الموقف. اعملوا بقى نفسكم ما تعرفونيش باللي انا هعمله دلوقتي ده احط روج ازرق، وبدايتها مش مبشره، عارفين تحسوا ان انا عيانه، فلا احنا مش هنكمل الهبل ده. بصوا انا باخد يعني هو انا مش مركزه للدرجات يعني يا جماعه بجد انا ايدي اتبهدلت. لا 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 لا
كده، مش هتكلم والله ما هتكلم. انا عاجبني الميك اب قوي، ناقص بس احط حاجه في شفايفي. دي محتاره احط اورنج لون البلاشر ولا بينك. انا حاسه ان الازرق بيليق اكتر مع البينك. واو. كنت بفكر بقى اضيف حاجه كده، عارفين لما اللي هو برضو مش على بعضكم، اللي هو عايزين تبوظوا اللي انتوا بتعملوه. هنا كده جليتر، بحب شكله قوي. هو مش جليتر، شimmer. مش قادره احدد بس هي شكلها حلو. دلوقتي كده ده الفاينل لوك، شعري وميك اب. تابعوا.